السلام عليكم. عينك دايما على عميلك. كتير بنسمع مصطلح كاستمر سنترستي او مركزيه العميل، وناس كتير ممكن تتخيل ان الموضوع عباره عن خدمه عملاء جيده وخلاص. لكن في الحقيقه فكره مركزيه العميل لازم تكون موجوده معانا في كل مراحل تطوير المشروع، من اول الفكره اللي بتبنيها على سد احتياج او مشكله عند العميل، للمنتج او الخدمه اللي بتقدمها علشان تحل المشكله او الخدمه دي للعميل، وخلال رحله مشروعك كلها من اول التطوير لاصغر قرار تشغيلي يومي ممكن تاخده. تسأل نفسك سؤال: القرار ده هيأثر على العميل ازاي؟ وعشان نبسط الفكرة خلينا نضرب مثال عملي. تخيل انك عايز تفتح مطعم في مكان زحمة بيمر عليه موظفين كل يوم وهم رايحين وهم راجعين للشغل. نزلت وسألت وتأكدت ان العملاء في المكان ده محتاجة وجبات سريعة بسعر مناسب وما يكونش محتاج وقت طويل في الانتظار. وفعلا فتحت مطعم بيقدم وجبات سريعة بسعر مناسب، وضربت الموظفين على التعامل الاحترافي وبشكل ودود مع العملاء، وعملت نظام تشغيلي تجهيزي للوجبات في وقت قياسي، واستخدمت سيستم من خلاله تقدر تحدد الاصناف اللي عليها طلب كبير والاصناف اللي ما عليهاش طلب، وتتاكد من العملاء الاصناف اللي ما عليهاش طلب او طلبها قليل ان المشكله مش في المنتج، ولو المشكله في المنتج او المنتج سيء لازم تطوره وتحسنه. لو دي تفضيلات العملاء مش عايزه المنتج ده، يبقى توقفه او تقلل انتاجه وتوجه مجهودك ووقتك ومصادرك للاصناف اللي شغاله. حتى لو هتقلل عماله او تزود عماله لازم تسال نفسك الاجراء ده هياثر على العملاء ازاي. وزي ما انت شفت كده خلال كل مراحل تطوير المطعم احنا بنفكر ازاي العميل عايز ايه، ايه الاحتياج اللي عنده وازاي هنغطيه. العميل عايز وقت قصير فاحنا هنشتغل على طريقه تشغيل تقلل وقت التحضير. العميل عايز سعر مناسب فلازم نقدم له منتجات بالسعر المناسب ليه، وهكذا. وهتلاقي واحد عملت حاجات العميل ما طلبهاش، العميل ما طلبش منك ان انت تعامله بشكل ودود، ان ده مش المفروض يطلب. والعميل طبعا العميل المستهدف مش كل العملاء في الدنيا، يعني العملاء اللي انت محددها ومستهدفها بخدمتك او المنتج بتاعك. تطبيق مفهوم الكاستمر سنتريستي علشان ينجح لازم يكون ثقافه عامه في المؤسسه كلها، من اول الاداره العليا لرؤساء الاقسام لاصغر موظف موجود في الشركه. ودي مهمه مش سهله، محتاجه وقت ومجهود وتغيير في طريقه التفكير، وخصوصا لو المؤسسه مبنيه من الاول على انها برودكت سنتريك، يعني مركزه على المنتج اكتر من العميل. وممكن في فيديو تاني ان شاء الله نوضح الفرق ما بين برودكت سنتريك وكاستمر سنتريك وازاي نحول من هنا لهنا. فالعميل هو البوصله لنجاح اي بزنس، كل ما تكون قريب منه وتفهمه كويس وتلبي احتياجاته وتحل له مشاكله كل ما مشروعك يكبر وتحقق نجاحات اكبر. لو الفكره عجبتك اعمل لايك وشير وتابعنا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.